رائد المخاطر لحماية الأرواح والبنية هي السدود اللي هي عندها القدره ديال الاستيعاب ديال مليون متر مكعب واللي ما تتجاوزش 15 ديال الامتار، ولكن راح تنشتغلوا مع وزاره الداخليه ومع الجهات باش اننا نديروا فوج ثاني، وان شاء الله ندرجوا هاد السدود اللي تكلم عليهم السيد النائب المحترم في اطار هاد البرمجه. بالنسبه لما يتعلق بالطرق، فصحيح ان مع الفيضانات بان بان عندنا الاشكاليه الكبرى اللي هي مطروحه، ودرنا هذا الاطلس ديال المناطق المهدده بالفيضانات، وغنراجعوا الكيفيه ديال بناء هذه الطرق، اي انه اليوم كاين بعض الطرق اللي غنعليهم باش الماء يدوز من تحت الطريق باش نضمنوا الاستمراريه ديال استعمال هذه الطرق بالنسبه للمواطنات والمواطنين، وتنشتغلوا كذلك على الاشكاليه ديال التصحر حتى هو عنده واحد الوقت بالنسبه للعديد ديال المناطق، باش اننا نحافظوا كذلك على هذه الطرق ونضمنوا السلامه ديال المواطنات والمواطنين. وشكرا. شكرا السيد الوزير المحترم. سؤال عن طول الحيز الزمني المخصص لإنجاز المشاريع الطرقية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، فليتفضل أحد واضعي هذا السؤال مشكورا. تفضلوا. عن الطرق في المجال القروي نسألكم السيد الوزير. شكرا. شكرا. الكلمة لكم السيد الوزير المحترم، تفضلوا. شكرا السيدة الرئيسة. شكرا السيد النائب المحترم. بالنسبة للقضية ديال انتم كما تعلمون هنالك برامج مهمة اللي دارت في مجال ديال الطرق خلال هذه الولاية. كاين البعض اللي هو تدخل في إطار ديال البرامج ديال تقليص الفوارق المجالية، واللي لعب واحد الدور مهم بالنسبة للمناطق القروية اللي وصلنا ل 21,000 كيلومتر، وهنالك كذلك البرامج المتعلقة بالطرق المصنفة، واللي حددنا كذلك واحد المجهود كبير لا من طرق اللي هي مهمة في هذا المجال، الطرق السريعة إلى آخره. غير بالنسبة للطرق السريعة درنا 850 كيلومتر، وكاين بعض معلوم الطرق اللي وقع فيها شوية ديال التأخير النتيجة ديال التضاريس وكذلك الفيضانات وبعض الإشكاليات الأخرى اللي كانت النتيجة ديال حرب أوكرانيا. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب ديالكم السيد النائب المحترم، تفضلوا. شكرا سيدة الرئيسة. شكرا سيد الوزير. اللي لاحظنا السيد الوزير في مشروع قانون المالية الرسم سنة 2026 القطاع الطرق كان ضعيف بالنسبة للجهة ديال الدار البيضاء سطات، ما بالك في الجهه ديال اللي كننتميو لها ديال برشيد، اقليم برشيد. وكاين السيد الوزير بعض الطرق اللي راه خصها التوسيع وخصها غير الصيانه، وكاين بعض الطرق اللي ولينا في مناطق اللي راه صناعيه كاين تقل الحموله اللي كانت ديال الشاحنات حتى هي خصها واحد النوعيه اللي تكون ديال الطرق. وكاين الطرق اللي كانوا تنزوا من طرف الجهه اللي نقدر نقول لكم عليهم راه في واحد الحاله يرثى لها السيد الوزير انه من الاحسن نكون بقاو غير كي كانوا. وكاين طرق اللي رحنا من عهد الاستعمار لا زالت على حالها، لا سيما ما بين ليغلوميراسيون. شكرا سيد نائب، انتهى الوقت. شكرا. هل هناك من تعقيبات اضافيه في هذا الموضوع؟ ليس هناك تعقيبات إضافية؟ سيد الوزير تريدون كلمة فيما تبقى لكم من الوقت؟ شكرا. انا فقط بغيت نقول بان راه حنا تنشتغلوا بالنسبه للمنطق ديال بالنسبه للاقليم ديال برشيد، وخير ذلك هو الطريق الوطني رقم 12 ما بين برشيد وخريبكا، فهي ان شاء الله في طور المصادقه، والطريق الجاويه 318 ما بين بوعيزه ولاد عبو فهي كذلك في طور الانجاز. شكرا سيد الوزير. السؤالان المواليان يحملان رقمي 4 و5 يتناولان موضوعا واحدا يتعلق بالماء الصالح للشرب، لذا سيتم طرحهما في إطار وحدة الموضوع ليتولى السيد الوزير الإجابة عليهما. السؤال الأول للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار، فليتفضل أحد وضع هذا السؤال مشكورا. عن الإجراءات الاستباقية التي تنوي وزارتكم القيام بها للحد من انقطاع الماء الشروب نسائلكم السيد الوزير.
شكرا. السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد وادي هذا السؤال. تفضلوا. السيدة الرئيسة المحترمة، السيد الوزير المحترم، نسائلكم عن مخطط عمل وزارتكم من أجل تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. شكرا سيد نائب المحترم. السيد الوزير إلا بغيتوا المنصة تفضلوا. شكرا سيدة الرئيسة، شكرا السيدة النائبة والسيد النائب المحترم. فبخصوص هذا الموضوع أنتم تعلمون بأنه جلالة الملك حدد واحد الهدف وهو نضمنوا 100% ديال الماء ساع الشرب بالنسبة لكل المواطنين وبالطبع العالم القروي، فهو في صلب هذا التوجه. وبالتالي فدارت عدة أمور اللي تتمشي في هذا الاتجاه باش يمكننا نوصلوا لهذا الهدف. أول شيء وهو بتحليات المياه، غتكون عندنا 60% من هنا ل 2030 ديال الحاجيات ديال الماء ساع الشرب بالنسبة للمغرب غتكون مضمونة بتحليات المياه. هذا تيجعل أن الإمكانيات المائية اللي كانت تجي من السدود في العالم القروي وتجي المدن الساحليه فغتبقى في هذه المناطق، وبالتالي العالم القروي غيستافد من هذه الامكانيات المائيه. ثانيا انه في هذا الاطار كذلك دار واحد المجهود ديال الربط ما بين الاحواض المائيه. درنا الشطر الاول ما بين سبو وابي القراق، دابا ان شاء الله في دوجنبير غينطلق الشطر الثاني باش يوصل حتى لام ربيع، وبهذه الكيفيه غنضمنوا الماء ساع الشرب والماء السقي بالنسبه للمناطق الفلاحيه من هذا الوكاله، واللي غيضمن كذلك هذا الاطار وتادله وكذلك الحوز، وغنضمنوا كذلك استمراريه في هذا المجال. النقطه الثالثه وهو انه في هذا العمل اللي تقام به وهو دارت محطات متنقله لتحليه المياه ومعالجه المياه المعدنيه في العالم القروي، واليوم وصلنا ل 200 محطه باش اننا نضمنوا الماء ساع الشرب بالنسبه للساكنه. هنالك كذلك مخطط درنا من 2000 من هنا ل 2050 باش اننا نضمنوا هذه الاستمراريه ديال الماء ساع الشرب بالنسبه للجميع. ونقول لكم بانه اللي فيه معلوم كذلك الاثقاب الاستكشافيه اللي غدار واستغلال ديال هذه الاثقاب وكيفاش يمكننا نضمنوا الفرشه المائيه، ان خصوصا انها تحسنت هذه السنه، ربحنا ما بين 3 الامتار الى 11 متر بالنسبه للفرشه المائيه، وبالتالي الهدف هو نضمنوا هذه الاستدامه ديال هذه الفرشه المائيه باش يمكن يكون عندنا ماء ساع الشرب بالنسبه للمواطنات والمواطنين خصوصا بالنسبه للعالم القروي. شكرا. شكرا السيد الوزير المحترم. تعقيب لأحد النواب من فريق التجمع الوطني الأحرار، تفضلوا. شكرا السيد الوزير على جوابكم، وحنا كنوهوا بالمجهودات اللي كتبذلها الوزاره والحكومه لمواجهه الوضعيه المائيه الصعبه اللي عرفتها بلادنا خلال السنوات الاخيره، وبتحسن الملحوظ كذلك اللي عرفته النسبه ديال ملء السدود بفضل التساقطات الاخيره والاجراءات الاستباقيه. ولكن سيد الوزير هذه المؤشرات الايجابيه على اهميتها ما يمكنش انها تحجب الحقيقه ديال ان التحدي ديال الامن المائي مازال كاين ومازال قائم، وانه لا يقاس فقط بارتفاع المخزون المائي بل بمدى وصول الماء الشروب للمواطن فين ما كان. ومازال بعض الدواوير والمناطق القرويه والجبليه النائيه كتعاني من ضعف التزويد ومن القطاعات المتكرره للماء الصالح للشرب، خاصه في فترات الذروه، سواء بسبب ضعف البنيات التحتيه او محدوديه الموارد المحليه او بسبب تاخر بعض المشاريع المبرمجه. وهذا الشيء كيطرح اشكال العداله المجاليه في الولوج لهذا الحق الاساسي. وإلا كانت بعض المدن الكبرى استفادت من مشاريع استراتيجيه مهمه كالربط بين الاحواض وتامين الموارد المائيه، فراه الساكنه ديال عدد كبير ديال الجماعات والمناطق بحال الجنوب الشرقي مازال كتسنى حلول ملموسه اللي كتوضح حد المعاناه ديالها في البحث اليومي عن الماء والانقطاعات المتكرره اللي كتزيد الحده ديالها خلال فترات الحراره المرتفعه. لان الرهان اليوم سيد الوزير ماشي فقط على تدبير اثار الجفاف، ولكن ضمان العداله المجاليه في الولوج للماء. وما يمكنش نهضروا على سياسه مائيه ناجحه الا كانت بعض الدواوير والمناطق مازال كتعيش على واقع السيتيرنات والصهاريج والانقطاعات المتكرره. نتمنوا سيد الوزير ان الصيف ديال هذا العام يكون محطه. انتهى الوقت. تعقيب فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد النواب مشكورة.
السيدة الرئيسة المحترمة، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، يواجه المغرب تحديات متعددة في مجال الأمن المائي نتيجة توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية وارتفاع الطلب على الموارد المائية، مما أثر بشكل ملحوظ على المخزون المائي السطحي والجوفي. وفي هذا السياق نتمم المجهودات التي تبذلها الحكومة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب 2020-2027، والهادف إلى تحسين ظروف العيش ساكنة العالم القروي وضمان حقها في الولوج إلى الماء، غير أن عددا من الدواوين والمناطق القروية لا يزال يعاني من الخصاص في الخصاص بإقليم صفرو التابعة لإقليم صفرو التي أثر بشكل كبير بتوالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية، كما أن ساكن إقليم صفرو ما تزال تواجه صعوبات متزايدة في التزويد المنتظم بالماء صالح للشرب، خصوصا خلال فصل الصيف وفترات ارتفاع الطلب. ومن هذا المنطلق نؤكد على ضرورة إعطاء أولوية خاصة لإقليم صفرو ضمن البرامج والمشاريع المائية المستقبلية من خلال توسيع وشبكات التوزيع وربط الدواوين النائية بها وحفر وتجهيز الآبار والأثقاب الاستكشافية والإنتاجية. كما ندعو إلى تعزيز الاستثمار الموجه إلى إقليم صفرو في مجال الماء الشرب واعتماد حلول مستدامة كاستعمال الطاقة الشمسية في أنظمة انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات إضافية في هذا الموضوع؟ السيد الوزير، بغيتوا تضيفوا شي حاجة؟ تفضلوا. للأسف السيد الوزير، حصيلتكم انقطاع الماء، حصيلتكم العطش، حصيلتكم لاله ميمونه مقطوع عليها الماء من العيد، حصيلتكم سوق الغرب قبل العيد، بحاره ولاد عياد النساء ظهورهم عواجه. السيد الوزير، ساكنه الغرب تسائلكم من هم فراقشيه الماء. هل هناك من تعقيب؟ تفضل السيد نائب. الوزير على المجهودات التي قامت بها الوزارة فيما يخص الماء الصالح للشرب بجهة درعا تافيلات، إلا أنه بعض المداشر والأماكن ما زالت تحتاج إلى هذه المادة. كما أشكركم السيد الوزير على اللجنة التي قامت بتحديد الموقع الجديد لسد واد غريس الذي كان مبرمجا لسنة 2026، وكذلك سد إفني بتنجداد الذي كان مبرمج 2023، وكذلك سد أوفوس وتقاطن واد غريس. هذو المشاريع كانت مبرمجه، ولكن كانت اسباب باش ما تنعرف الاسباب باش ما تبرمجاتش، ولكن تنطلبوا السيد الوزير باش يتبرمجوا في 2027، وتنطلبوا من هذه اللجنه هذه باش تسرع بهذه الدراسات هذو باش ما نربحوا شويه ديال الوقت بعد 2026 نمشيو 2027. وشكرا السيد الرئيس. شكرا السيد النائب المحترم. هل هناك من تعقيبات أخرى إضافية في هذا الموضوع؟ كلمة لكم السيد الوزير الجواب على هذه التعقيبات الإضافية. شكرا سيدة الرئيسة. أنا تنشكر السيدة والسادة النواب على التدخلات ديالهم الهامة، وبغيت نوضح ثلاثة الأمور اللي هي مهمة. الأمر الأول وهو أن جلالة الملك في الخطاب ديالو اللي أكد على أنه في إطار خطاب العرش باش يكون هذا البعد كذلك المرتبط بالتنمية المندمجة، ودخل في الماء في صلب هذه البرامج. وبالتالي في هذا المجال يمكن نأكد لكم وهو دار هذا المخطط ديال التنمية المندمجة المحلية ديال 210 مليار ديال الدرهم، وهذا المخطط غيكون عنده حصة كبيرة اللي غتمشي للماء. في هذا الإطار دار واحد المجهود من طرف وزارة الداخلية ومع الشركات الجهوية المتعددة الأبعاد اللي غتقوم باش أننا نحدوا دوار شنو هي الإمكانيات المائية باش نضمنوا أنه يكون عندهم الماء بكيفية مستدامة. هذا المخطط عاد تيدار باش أنه يتبرمج، باش أنه يطبق إن شاء الله في إطار العدالة المجالية في مجال المائي، لأن هذا هو الأساس. نقطة ثالثة كذلك اللي ضروري نقولها في هذا الإطار ديال الأمن المائي، وهو أنه اليوم بفضل
العمل اللي دار في هذا الاطار درنا واحد المخطط من هنا ل 2050 تنحدوا ما هي الحاجيات وما هي كذلك الامكانيات ديال التدبير باش نوصلوا لهذا الامر. كاين واحد الامر مهم خصنا نشتغلوا عليه كلنا، وهو اننا نحسنوا من استعمال الماء وتكون العقلنا في هذا الاطار. وعندنا بزاف ديال الضياع. اشكال كبير وهو انه بالنسبه للقنوات ديال الماء سعر الشرب تتمشينا 30 حتى 40% ديال الماء، وبالنسبه للفلاحه تتمشينا ما بين 50 الى 60% ديال الماء. وبالتالي اليوم خصنا نحسنوا المردوديه ديال القنوات. وصحيح ان كاين اشكاليات ديال القطاعات وهي كلها مرتبطه بهذه الاشكاليه ديال القنوات اللي تتجال انه تلاشات، وبالتالي كاين بزاف ديال الضياع، وتتجال انه ما توصلش الصبيب الكافي. وعندكم الحق في الصيف اللي تيخلق هذه الاشكاليات، ولذلك كاين دار واحد المجهود كبير ديال 1400 ديال الحافلات السريجيه باش نضمنوا الماء سعر الشرب بالنسبه للساكنه القرويه. ولكن اللي مهم هو نديروا حل هيكلي، وهذا هو اللي تم التخطيط له وتطبيق. شكرا السيد الوزير. سؤال عن صيانة وتأهيل شبكة الطرق الوطنية للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. فليتفضل أحد واضع هذا السؤال مشكورا. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيدة الرئيسة. عن صيانة وتأهيل الطرق الوطنية نسائلكم. شكرا. الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا. شكرا سيدة رئيسة. شكرا سيد النائب المحترم. بالنسبة لصيانة الطرق الوطنية فكما تعلمون اليوم عندنا أكثر من 44% ديال الميزانية ديال الوزارة اللي هي كلها مخصصة للصيانة ديال الطرق. وهذا اللي جعل انه وقع واحد التحسن في مستوى ديال الطرق، اللي انه ملي دخلنا الحكومه كنا وصلنا ل 62% ديال المستوى اللي هو حسن او ممتاز. اليوم وصلنا الى 66% ديال هذه النسبه، وان شاء الله نشتغلوا باش نوصلوا الى 80% في افق سنه 2032. شكرا. شكرا السيد الوزير المحترم. تعقيب ديالكم السيد النائب، تفضلوا. السيد الوزير، إنجاز الطريق الساحلي كان مشروعا ملكيا واعدا يهدف إلى اندماج جهة الشرق والشمال عبر خلق منظومة تنموية ساحلية متكاملة، لكن للأسف الشديد تم إهمال هذا المشروع، وهذا الإهمال يكمن في التوقف المتكرر لحركة التنقل بين الحسيمة وتطوان بسبب الانهيارات الصخرية وبطء أشغال الصيانة، خاصة في مقطع ديال الجبهة اللي بديتو دابا أكثر من سنة وما قديتوش تساليوه. أما المقطع الساحلي ديال الحسيمة الناظور كان من المنتظر باش دار فيه الدوبل فوا كما كان مقترح في الأول، لكن الحكومة ديالكم خلات الوضع كما هو وتراجعت على هذا المشروع الهام بلا ما نعرفوا الأسباب. أما فيما يخص الطريق الوطنية رقم 2 اللي كيدوز على تاركيست وإساكن، يبدو أنها غايبة على الاهتمام ديالكم رغم أهميتها، وما درتوا لا صيانة لا ترميم منذ عقود من الزمن. شكرا سيدنا، انتهى الوقت. شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية في هذا الموضوع؟ تفضل سيدنا المحترم. شكرا سيدة الرئيسة. السيد الوزير المحترم، تنسوا المآل ديال الطريق الوطنية رقم 415 الجهوية، عفوا الطريق الجهوي 415 اللي تقريبا من بداية الولاية وحنا كنطالبوا بالإصلاح ديالها، إلا أنه لم يتم الإصلاح السيد الوزير المحترم، واللي كتعرف واحد الحركة ديال سيارات النقل المستخدمين اللي تحضر الجامعة بواحد المنطقة صناعية. والسؤال السيد الوزير هو تلاحظوا أنه واحد مجموعة ديال الطرق اللي هي مصنفة وإقليمية سبقت اللي هي جهوية، وانت وعدتينا على أساس الجهوية تتسبق الإقليمية. لهذا السيد الوزير راه بغينا نعرفوا واش هاد الطريق بغينا شي جواب اللي هو شافي، الساكنة تنتظر، لا كاين شي إصلاح كاين ما كاين شيء، نجاوبوا الناس يعني بشفافية. وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم. هل هناك من تعقيبات أخرى إضافية؟ تفضلوا السيد النائب المحترم، تفضلوا. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزير، بالنسبة للطرق القروية، الطرق في العالم القروي والجبلي في إقليم ساونات غالبيتها يعني فيها صعوبات حقيقية، خصوصا ربط الإقليم في اتجاه شاون وفي اتجاه سيدي قاسم وفي اتجاه تازة وفي اتجاه الحسيمة، وأيضا الطريق الوطنية اللي هي طريق سريع الآن فيها الإنجاز، ولكن المقطع الرابع كاين فيه إشكال حقيقي سيد الوزير، خاص سرعة
باش يمكن يتعالج. ايضا جماعات ككيسان، البيبان، ودكا، ورزاق، الرطبه، سيد المخفي، تنزقانه وغيرها من الجماعات يعني نكانسه، غوازي وغيرها من الجماعات في هذا الاقليم فيها اشكالات حقيقيه. الطرق الاقليميه، الطرق الجهويه، باش نخرجوا من الاقليم للجهات الاخرى، وباش نخرجوا من الطرق الاقليميه والجهويه للطريق الوطنيه. شكرا سيد النائب. هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى في هذا الموضوع؟ كلمة لكم سيد الوزير إجابة على هذه التعقيبات الإضافية. تفضلوا. سيدة الرئيسة، شكرا سيدة النواب على التدخلات الهامة. أنا بغيت أولا نوضح واحد الأمر، بأنه دار واحد المجهود خاص باش أننا نسرعوا وتيرات ديال الإنجاز وديال الصيانة في هذا الإطار، وبل أكثر من ذلك عطينا واحد الأولوية للطرق اللي تتربط ما بين الأقاليم، لأن اعتبرنا هو الأساس ديال العمل باش يمكننا نحسنوا هذا الربط، ويكون هنالك واحد الامكانيه ديال جلب الاستثمارات، وكذلك تكون واحد التطور ديال المنطقه ونخرطوا في اطار ديال العداله المجاليه. ثانيا انه في اطار المجهود اللي دار، فهو اشتغلنا كذلك على بالنسبه للطريق الساحلي اللي تكلم على السيد النائب المحترم ما بين تطوان والحسيمه، انه كاين برامج تدار من خلال التمويل الدولي باش اننا نسرعوا في انجاز هذه الطرق. بل اكثر من ذلك الساده النواب راه جاوا عندنا، مشينا في اطار اننا نديروا دراسه امكانيه نديروا طريق السيار ما بين تطوان والحسيمه. دونك هذه راه عطينا تعليمات باش انه تنطلق دراسه ونشوفوا من بعد شنو يمكن له يدار. نقطة ثالثة اللي هي مهمة، وهو أنه في إطار هذا المجهود اللي تيدار، وهو أنه تنشتغلوا كذلك بحال دابا كان تكلمتوا على الجبهة، وعندنا الطريق كذلك اللي هي مهمة ما بين تطوان وكذلك والشاون اللي هي تعطلات شيئا ما. كذلك في هذا الإطار عطينا التوجيهات باش عطينا انطلاقه ديال الشطر الثالث، ودابا الشطر الاخر ان شاء الله هذا الاسبوع غيتقرر باش انه ينطلق فيه. كان اشكاليه ديال هنالك واحد السد اللي كان غيدار تما كان غيخلق مشكل، فجلنا هذه الامور باش اننا طريق السيار تكون ما بين تطوان والشاون. وبالنسبه للطريق الجوي اللي تكلم عليها الاستاذ، راه ان شاء الله راه هي مبرمجه باش انه يتم الصيانه ديالها. وشكرا. شكرا سيد الوزير. السؤالان المواليان يحملان رقمي 7 و8، يتناولان موضوعا واحدا يتعلق بالشبكة الطرقية، لذا سيتم طرحهما في إطار وحدة الموضوع ليتولى السيد الوزير الإجابة عليهما. السؤال الأول للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد واضع هذا السؤال مشكورا. تفضلوا فريق الأصالة والمعاصرة. السلام عليكم سيد الوزير، ما هي الاستراتيجية التي تعتمدها وزارتكم في مجال صيانة الطرق الوطنية والإقليمية؟ وشكرا. شكرا. السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد وضع هذا السؤال مشكورا. تفضلوا سيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة. سيد الوزير، عن وضعية الطرق ومآل تعزيزها وصيانتها خاصة ببعض الجهات كجهة درعا سافلات نسائلكم. شكرا سيد النائب المحترم. جاوب ديالكم السيد الوزير على هذه الأسئلة. تفضلوا. سيدة الرئيسة، في هذا الإطار بغيت نشكر السادة النواب على طرحهم لهذه الأسئلة. كما تعلمون كما سبق لي أن ذكرت، فعندنا نسبة كبيرة هي أكثر من 45% ديال الميزانية ديال الوزارات تتمشي للصيانة الطرقية، وتنحدوا الأولويات حسب كذلك التضرر ديال هذه الطرق باش أننا نحسنوا المستوى العام ديال الطرق اللي وصلت بحال اللي قلت إلى 66% اللي هما حسنين أو ممتاز. من جانب آخر كذلك في إطار هذه الأبعاد ديال الصيانة، اشتغلنا كذلك على واحد الأمر اللي هو مهم، وهو أنه يكون هنالك كذلك وحدات ديال التدخل السريع على الصعيد كل جهة ديال المملكة اللي يمكن أنها تتفاعل مع الطلبات ديال السادة رؤساء الجماعات، ويكون هنالك تدخل خصوصا بالنسبة للطرق القروية في هذا الإطار باش يكون هنالك تدخل سريع في هذا المجال. ونقطة ثالثة وهو أنه في إطار هذه الأبعاد، وهو أننا تنشتغلوا على مراجعة المعايير ديال تصنيف الطرق، لأن هذه من الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة،
باش انه ندرجوا طرق اخرى كذلك اللي تدخل في اطار الطرق المصنفه باش الوزاره تقوم بالصيانه ديالها. شكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. تعقيب ديال فريق الأسرة والمعاصرات، تفضلوا سيد النائب المحترم. سيد الوزير، أمطار الرحمة اللي نزلت هذا العام في إقليم رحمنا نموذجا كان عندها واحد التأثير سلبي على الطرق.